اهلا بيكم. دلوقتي انا هاخدكم في جولة جميلة جدا في معصرة الزيتون. زي ما انتوا عارفين مطروح مشهورة بالزيتون، والمعصرة دي اسمها معصرة فيرجينيا. ده شكلها من بره، وهي بعد سوق ليبيا كده بشوية هتدخلوا تلاقوا فيها منتجات الزيتون كلها. كده بندخل من المدخل كده، الدخلة الاولانية شايفين دي كلها التنكات بتاعه المعصرة. وفي حاجة اسمها ضيافة بتبقى في الاول، بيبقى حاطين عيش وزيت زيتون بتاعهم، والخلطة او الدقة بتاعه الزعتر اللي بتتغمس مع زيت الزيتون. طبعا انت بتاكل زي ما انت عايز يعني. وهنا حاطين الخلطة لو عجبتك بتاخد منها. ده بيبقى شكلها، ودي شكل التنكات زي ما احنا شايفين. وهنا دي زيوت زيتون معمولة بالخلطات علشان الشعر. شايفين من الزحمة انا كنت بصور بالعافية. دي كلها زيوت زيتون معمولة علشان الشعر، العناية بالشعر. وطبعا اي سؤال بتسألهم هناك بيشرحوا لك. معصرة فيرجينيا. بعد كده في الصابون اللي عندهم ده رائع، هم بيعملوه مخصوص. في ده بالفحم زي ما انتوا شايفين لإزالة الحبوب والرؤوس السوداء والهالات السوداء. شايفين ده بيبقى شكله، بيبقوا عاملين شكله كده على زي الخلية. عندهم كذا نوع من انواع الصابون. وده صابون تاني بالعسل والكركم، بيبقى حلو قوي للبشرة وكمان للشعر، بيزيل الكلف والنمش. وبعد كده في صابون جوز الهند، ده بيفتح البشرة وبيرطبها، بجد رائع. انا اخدت منهم وجربتهم وبجد حلوين جدا. ده شكله كده، واسعارهم برضو تعتبر معقولة جدا. وده بقى الطحينة. طبعا الطحينة بيعملوها هناك فريش، بتاخد برطمان الطحينة سخنة. ده زيت الزيتون، انا بوريكم اليوفط اللي موجودة، الصابون الطبيعي، وهنا السمسم اللي معمول منه الطحينة. وبعد كده هنلاقي، خليكم معايا، زيوت جوز الهند. كل الحاجات بتتعمل طبيعية من غير اي مواد حافظة. ده زيت جوز هند طبيعي وبيتعصر قدامكم. كمان دلوقتي هوريكم المعصرة بتاعته اهو، بيتعصر قدامك، بيحطه هنا وهنا اللي بيطلع من الخارج. شايفين قدامكم عامل ازاي. دي المعصرة بتاعت زيت جوز الهند. شايفين كل حاجة بتتعمل قدامك قدام عينيك. والناس كويسة جدا هناك، وبيشرحوا اي حاجة انت بتسأل في اي حاجة بيشرحوا لك استخدامها ازاي، عملوها من ايه، مكوناتها ايه. ده زيت جوز الهند، في منه احجام طبعا باسعار مختلفة. بعد كده بقى الاساسي الزيتون. عندهم انواع كتيرة من الزيتون. ده نوع، وده برضو نوع تاني، نوع تاني من الزيتون الاسباني. والزيتون الكلاماتا. عندهم كل انواع الزيتون طبعا. المعصرة جوه، وده الزيتون موجود في برطمانات جاهز بتاخده على طول بالكيلوات. هنا بقى الزيتون زي ما انت عايز. هنا المعصرة شكلها من جوه، شايفين. طبعا انت طول ما انت ماشي جوه المعصرة ريحة الزيتون رائعة. وده اشكال الزيتون، بتدوق وبتجرب زي ما انت عايز، وبتختار بالحاجة اللي بتعجبك. هنا دي شكل المعصرة من جوه، والتنكات اللي حاطين فيها الزيتون قدام عينيك، وانت بتختار. هنا بيحطوا لك في اكياس على حسب، عايز كيلو 2 كيلو زي ما انت عايز، او عايز برطمانات مقفولة بتاخدها مقفولة. شايفين شكل الزيتون بجد روعة.
طبعا من اشهر الحاجات انتوا عارفين هنا في مطروح الزيتون، والمعصرة دي تعتبر من اشهر المعاصر اللي موجودة هنا دلوقتي. في كذا معصرة تانية بس دي اكتر واحدة عليها اقبال الفترة دي. وهنا برضو في زيت الزيتون بس معمول في علب صفيح كده، تنكات صغيرة. ده زيت الزيتون الخاص بتاعهم اللي معمول على البارد، ده كده في تنكات وده في الازايز. طبعا الدنيا زحمة جدا، يعني انا بحاول اصور لكم المنتجات، يعني بعافر عشان اصورها. اهو هنا زيت الزيتون عاملينها كده زي اقسام جنب بعضها، كاتبين كل حاجة وموضحين كل حاجة، واي سؤال بتسأله بيجاوبوا عليه. شايفين شكل زيت الزيتون ما شاء الله، والاقبال عليهم برضو اقبال جميل جدا. هنا بقى المنتجات بتاعت سيوة والتوابل. هنا في عسل نحل وفي تونة وفي صلصة والشاي الليبي. هنا العطارة والاعشاب اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا البلح اللي بالسمسم طعمه رائع. زيت الزيتون تاني ونكمل. هنا ده قسم العطارة زي ما قلت لكم، دي كلها منتجات جاية من ليبيا. هتلاقي بقى الملوخية الناشفة، عسل النحل، الجبلي، الاعشاب اللي موجودة، وحاجات منتجات العطارة، الشاي الليبي، كذا نوع موجودين. طبعا الشاي الليبي مش زي الشاي بتاعنا، بيبقى عبارة زي اوراق كده وبيتغلي. كمان اللي عرفته انه ممكن تغليه اكتر من مرة. ده كده المنظر بتاع الجزء بتاع التوابل والاعشاب. هنا الشاي الليبي اهو. انا بحاول اصور بس من الزحمة يعني بصراحة مش عارفة. اهو دي ملوخية ناشفة كده سايبة بتاخد بالكيلو. ورق اللورة، الفلفل الاسود، الشطة طبعا هنا معروفين لازم الاكل بتاعهم بيكون حامي. هنا الليمون المجفف او اللومي زي ما بتسموه. وهنا ركن الشاي الليبي كله كذا نوع. ده شكل المعصرة، شكل الزحمة اللي كانت موجودة فيها. شايفين ما شاء الله. وطبعا في كذا مكان للكاشير علشان تحاسب على المنتجات اللي انت اخدتها. طبعا بتدوق وبتجرب كل حاجة قبل ما تاخدها زي ما انت عايز. بجد تجربة جميلة.